يا مساء أو صباح الفل عليكم. معاكم سوريا ويلا بينا نعمل وصفة بسيطة ولذيذة هتعجبكم إن شاء الله. هنعمل مع بعض النهاردة الفراخ في الفرن، فراخ شواية، حاجة كده دايبة وطعمها تحفة جدا. هنعمل كمان الدقوس وهنعمل شوربة لسان عصفور ورز بسمتي ورز معمر. الرز معمر ده اللي ما بحبش الرز البسمتي. حاجة كده أكلة كده فخمة طعمها حلو جدا، سهلة وبسيطة، هنقولها بطريقة حلوة، جربيها ان شاء الله هتعجبك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب تشجيعك ليا. عندنا الولاد بيحبوا الاكلة دي جدا جدا جدا، حاجة كده عشق، هي فعلا الاكلة دي حلوة جدا. الفراخ دي طعمها حلو قوي ودايبة كده دوب كده، سهلة جدا وبسيطة. هنقول كل التفاصيل وكل التركات وتعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجة هحط في الكبة بتاعتي بصلتين كده كبار حلوين، هحط معاهم كمان مكعبين زبدة، والزبدة بتخلي اللحم بتاع الصدر دايب جدا، فلازم تحطيه في الصدر الطريقة هتعجبك جدا. هحط كمان شوية فلفل اسود، معلقة بابريكا، ودي معلقة بهارات فراخ، ودي بنجيبها من عند العطار اسمها بهارات فراخ، طعمها حلو جدا. وكمان معلقة حبهان ورق لورا بودرة، والمعلقة اللي انا معايا دي معلقة صغيرة مش كبيرة، معلقة جنزبيل، ومعلقتين ملح كده حلوين او 3 علشان نحدق، وده مكعب مرق، ومعلقه عسل ابيض علشان تخليها مكرمله كده وتخليها حلو. طب ما عندكيش عسل ممكن تحطي سكر، بس العسل الابيض حلو جدا وبيخليها متكرمله. ضربتهم جدا مع بعض كويس جدا جدا في الكبه. خدت الفراخ غسلتها كويس قوي وهعمل لها فتحات بالسكينه، وما تخافيش اعملي لها فتحات. وشيلي الجلد من شيلي ما بين الجلد واللحم. بس كده همسك السكينه وشوفي نعمل لها فتحه كبيره كده، ما تقلقيش، علشان تخش جواها التتبيله كده، ولما تيجي تاكليها تبقى دايبه كده والتتبيله جواها. ولما تدخلي بقى جواها الزبده دي يا سلام، بتبقى مخلي لحم الصدر طري جدا وناعم. بس كده ده انا دي حته زبده مقطعه حتت صغيره وبدخلها جواها، يعني هي دي مش كميه كبيره، بس هي الحته اللي صغيره بس باينه في التصوير كبيره. بس هدخل قطعتين كده في كل واحده، مقطعاهم قطع صغننه. وهحط بقى ايه التتبيله كمان جوه الصدر. انا فاتحه الصدر بالسكينه وبحشي بقى جواه، علشان الصدر يبقى ليه طعم كده ومطعم بالتتبيله دي معايا. والزبده هتخليه كده ايه، هتخليه زبده بحقيقه، يعني هتخليه طري جدا وطعمه حلو. هنحشي بقى كل الكلام دوت بالتتبيله اللي عملناها. هنتبل بقى الفرخه كويس جدا، وما بين اللحم والجلد هندخل برضو كده ونتبل علشان تبقى طعمها كله واخد من التتبيلة وطعمها تحفة جدا. برضو عند الوراك، وهنفتح الوراك بالسكينة برضو، هنحط لها لكل حتة ورك برضو حتة زبدة صغننة علشان تخليه اللحم دايب كده وطعمه حلو. جربي طريقة الفراخ دي، طعمها حلو جدا وطعمها مختلف، بتبقى دايبه كده، والصوص بتاعها اللي بيبقى في الصينيه ده بيبقى طعمه حلو قوي، تغمسي بيه كده وتاكليه. يعني ممكن تاكليها بعيش بس، مش ضروري تعملي جنبها لا رز ولا اي حاجه، تحمري شويه بطاطس وتاكليها بالعيش بس كده، طعمها بيبقى حلو جدا جدا جدا، زي الفراخ الشوايه اللي بنجيبها من بره، بس دي طبعا انضف لانك انت ضامنه انت بتعمليها ازاي وعارفه انت عاملاها ازاي. بس هنعمل نفس الحكايه في الفرخه التانية، وهنتبلها بنفس الطريقه، وهنفتح الصدر برضو ونحشيه بالتتبيله بتاعتنا. التتبيله بتاعتنا دي بصلتين كبار، عشان انا عامله فرختين يعني كل فرخه بصله كبيره. حطيت معلقه زبده او مكعبين زبده، حطيت حبهان ورق لورا بودره، آه، جنزبيل، جوز الطيب، بابريكا، وبهارات فراخ، ومعلقه عسل ابيض عشان بيخليها مكرمله كده. هحطها بقى ايه في الحوامل. الحوامل دي انا شارياها من اي محل بتاع ادوات منزليه اسمها حوامل فراخ، بتبقى الحامل على قد الفرخه، حلو جدا وبيريحنا. اشتريت 3 حوامل ب 30 جنيه، الحامل ب 10 جنيه. بحطهم كده لان الطريقه دي حلوه، واللي احنا بنعملها كتير الفراخ بالطريقه دي. بس كده اهوت، بخلص بقوم بقى حاطه الفراخ، بقوم دهناها برضو من بره كده كلها بالبابريكا، رش عليها رشه بابريكا كلها من بره كده.
هاخد بقى التتبيله اللي وقعت دي هحطها برضو فوق كده، وانا مسخنه الفرن على درجه حراره 200. هسيبها نص ساعه وبعدين ههدي عليها الفرن. الصينيه كل شويه كده اشوفها وازودها شويه ميه. بس هنعمل بقى الرز البسمتي ده مع معلقه سمنه، حطيت عليها بصله مبشوره او متقطعه ناعم. هنزل عليها بقى، بحب احط التوابل مع البصله وهي بتتحمر. ده لومي وورقه قرفه او عود قرفه ولومي. هحط كمان حبهان وورق لورا، مسمار اللي هو القرنفل. وهفضل بقى اشوح مع بعض كده. يبقى انا حطيت دلوقتي الحبهان ورق لورا واللومي والقرفه، وهحط كمان القرنفل. دولت 4 5، بس القرنفل ده طعمه زاقع قوي فعشان كده ما كترتش منه. ده جاي لي من بره بصراحه، بس طعمه زاقع يعني. القرنفله بتبان طعمها قوي فما كترتش، حطيت 3 أو 4 بس. هقلب بقى كويس لحد ما تاخد اللون الذهبي البصلايه كده. حطيت شويه قرفه كمان عشان اعزز طعم القرفه، عشان احنا بنحب طعم القرفه فيه. بس اقلب بقى. سهل جدا رز البسمتي وطعمه حلو جدا جدا. ديت بهارات كبسة، دي انا شاريها من عند العطار، كيس اللي هو الكيس الجاهز ده بهارات كبسة. طعمه حلو يعني. انا جربت كذا نوع بس النوع ده عجبني بصراحة، طعمه حلو بيخلي طعم الرز حلو. حطيت منه تقريبا معلقة، ودي معلقة كركم بس. وهنزل بقى بمية، واول ما المية تغلي هنزل بالرز. بس يبقى بصلة شوحتها بمعلقة السمنة، حطيت عليها لومي وقرفة عيدان، حبهان ورق لورا وقرنفل، ومعلقة كبيرة من بهارات الكبسة. احط بقى فلفل اسود وشوية جنزبيل صغيرين، مكعب مرق. اول ما تغلي هنزل بقى على طول بالرز واقلبه تقلبتين وهغطي عليه. واول ما يبتدي يتشرب هعمله نفس معاملة الرز العادي، هقوم مهدية عليه النار يدخن كده ويتشرب. هقوم ايه مهدية عليه النار لحد ما يستوي. نيجي بقى للرز المعمر. ده رز، دي كوبايه رز غسلاها ونقعاها بتاع نص ساعه عشان ايه يبقى دايب معايا الرز كده ومستويه حلو. حطيت عليها مع مكعبين زبده، والمكعبات الزبده دي مش كبيره يعني، هو مكعب مش كبير. وحطيت معلقه سمنه بلدي، هو بيحتاج دسم كتير، ومعلقه قشطه، شويه فلفل اسود وشويه ملح. يبقى كل اللي حطيته دي كوبايه رز نقعها كويس وغسلتها كويس ونقعتها نص ساعة. حطيت عليها مكعبين زبدة صفراء، معلقة زبدة من البيضة البلدي، وحطيت معلقة قشطة كبيرة، ملح وفلفل اسود، وهقلب. هحط بقى اللبن، واللبن يخليك كده دسم كده وحلو. وهقلب. بحط لها تقريبا الكوباية دي، كوباية الرز حط لها تقريبا 2.5 ل3 كوبايات لبن، لان احنا بنحبه طري قوي يعني، الرزية مستوية قوي بزيادة. بس هقلبهم. اول ما يغلي هاخده ادخله الفرن مع الفراخ واسيبه بقى يستوي، ووشه بقى ياخد ايه التحميره كده. انا كنت وطيت على الفراخ بعد نص ساعه، وطيت على الفراخ وسبتها ساعه ونص كده بقى على الهادي. كل شويه افتح ابص عليها، لو لقيت الميه نقصت في الصينيه بقوم مزوده الصينيه ميه. بس الرز ابتدى يتشرب هديله تقلبتين. نعمل بقى الدقوس. الدقوس هحط دول 3 طماطمات تقريبا، حلو جدا مع الرز البسمتي والفراخ. حطيت دول 3 طماطمات. ده قرن شطه بس كان طلعت حراقه جدا، كان حامي جدا، فانت عايزه مش عايزه الشطه حطي فلفل. 3 فصوص توم، وشويه بقى خضره. انا بحط شويه صغيرين خضره مش كتير. هنتبل بقى ملح، شويه ملح كده نحدقها تبقى الحدق حلو. هنحط شويه كمون وشويه فلفل اسود، حاجات بسيطه كده، كمون وفلفل اسود. يبقى 3 طماطمات، 3 فصوص توم، قرن شطه. لو مش عايزه الشطه استبعديها وحطي فلفل. حطيت فلفل اسود وملح وبابريكا وكمون وشويه خل، وهضرب الكلام ده كله في الكبه لحد ما تبقى كده. ما تحاوليش تنعميها قوي يعني، خليها ايه فيها حتت كده من الطماطم. بس هنغرفها بقى. ده كان خلاص. كنت قسمت الفرخه 2 وحطيتها كده في الصوص كده شويه.
عشان اتاكد ان هي استوت. وغرفنا بقى الرز البسمتي، حطيت عليه الفراخ، كل طبق فيه فرخه، ده نصه قسمتها نصين، كانت دايبه جدا وطعمها تحفه جدا. عملت كمان لسان عصفور، وده الدقوس اللي عملناه مع بعض، كان حلو جدا وكان حراق جدا. والرز المعمر كان دايب وطعمه حلو جدا، كان تحفه. جربوا الطريقه دي هتعجبك، سهله جدا وبسيطه، مفيش اي افتكاسات، كل حاجه موجوده عندنا في البيت، يعني مش هنجيب اي اختراعات، وهتطلع معاكي حاجه كده فخمه وتحفه جدا جدا جدا. جربيها ان شاء الله هتعجبك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب تشجيعك ليا. شكرا على وقتكم، وجودكم معايا بيفرق كتير، واشوفكم على خير، مع السلامة.